شريحة كبيرة جدا من صناع المحتوى اللي لسه بادئين على اليوتيوب بتسأل عن ازاي تحقق ال 4000 ساعة مشاهدة. وطبعا كلنا عارفين ان شروط الربح على اليوتيوب وانك تخش برنامج شركاء اليوتيوب بتكون لازم تحقق 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة علنية او 10 مليون مشاهدة للفيديوهات القصيرة. وال1000 مشترك وان كان في البداية صعب شوية لكن مع الوقت بنقدر نحققها عادي، لكن بتظل المشكلة الحقيقية في عدد الساعات. وانا بحكم المحتوى بتاعي بتكون دايما الاسئله اللي بتجيلي نوعين، يا اما اسئله تقنيه عن ازاي نظبط الصوره المصغره، ازاي نرفع معدل النقر، مشاكل الخوارزميات وهكذا، او النوعيه التانية ودول بيكونوا قسم مختص للناس اللي بتسال عن ازاي تحقق شروط الربح من اليوتيوب وخصوصا ال 4000 ساعه مشاهده. وانا في الحقيقه نظرتي دايما للناس اللي بتسال عن ازاي تحقق شروط الربح من اليوتيوب بتكون انهم عندهم بعض المفاهيم الغلط اللي محتاجه ان حد يصححها لهم. فقبل ما اجاوبك واقول لك ازاي تحقق ال 4000 ساعه مشاهده انا محتاج اسالك سؤال بسيط جدا. هو حضرتك اول ما توصل لل 4000 ساعه مشاهده واول ما تتقبل في برنامج شركاء اليوتيوب هو حضرتك منتظر ايه بالظبط؟ هل منتظر تمسك فلوس في ايدك؟ هل منتظر اداء القناه هيتحسن؟ هل هتعتبر كده ان القناه بتاعتك نجحت بالفعل على اليوتيوب؟ حقيقة الوضع مش هيكون مختلف كتير قوي عن وضعك دلوقتي وانت لسه بادئ، وده الفخ الكبير اللي بيقع فيه ناس كتير جدا، وهو انهم بيحطوا شروط الربح هو التارجت بتاعهم، هو ده الهدف اللي هو بيسعى له، واول ما يحققه هيبقى منتظر مقابل ليه نتيجة. لكن اول ما يحقق الشروط ويبدأ ينزل في محتوى ويتفاجئ ان الارباح مفيش، بل بالعكس ممكن فيديوهات المشاهدات بتاعتها تبقى اقل من قبل كده، ساعتها بس هيبدأ يحس ان لحظة الفرحة بتحقيق الشروط هتتحول للحظة ندم ولحظة فشل لما يلاقي ان النتيجة اقل بكتير من المتوقع. وساعتها 90% من الناس يا اما بتقرر انها توقف اليوتيوب، يا اما ممكن تستخسر تعبها اللي ضاع في القناة دي وتقول لك اما اغير المحتوى، ويبدأ بقى سلسلة من العك، محتويات مختلفة، محتوى معاد استخدامه، ويقول لك ما هي خربانه خربانه، وبرضه في الاخر هيكتشف ان الارباح اللي هتجيله اقل بكتير من ثمن الباقه اللي ضيعها في رفع الفيديوهات. زي بالظبط اي شاب تعب في مسيرته التعليميه وعمال بس يحلم باليوم اللي هيتخرج فيه عشان يبدأ يشتغل ويجيب فلوس، واول ما يوصل للتخرج ويمسك شهادة التخرج في ايده هيكتشف ان ولا في شغل ولا في فلوس، ويتفاجئ بقى ان هو محتاج ان هو يطور من نفسه ويتعب على نفسه اكتر عشان بس يبقى مناسب لسوق العمل، عشان يلاقي شغلانة يبدأ يمسك منها فلوس. وساعتها برضو الشاب في المرحلة دي بالذات بعد التخرج يا اما هيبدأ يكتئب ويلعن بقى في البلد وفي الظروف، يا اما هيبدأ يلوش في اي حاجة وخلاص، وده برضو لانه كان حاطط الهدف بتاعه او التارجت بتاعه هو التخرج. زيها بالظبط بتبقى حضرتك حاطط الهدف بتاعك هي الارقام اللي حاططها لك اليوتيوب عشان يبدأ بس يقبلك في برنامج شركاء اليوتيوب، وبتتناسى تماما ان اليوتيوب حاطط لك الشروط دي مجرد انها بوابة عشان تبدأ تخش تشتغل عشان يبقى يجيلك ارباح. والكلام اللي انا بقوله لك ده زي ما انتم متعودين مني ان انا كلامي بيبقى مختلف كتير قوي عن الكلام اللي بيتقال. معظم الفيديوهات اللي بتقولك ازاي تحقق ال 4000 ساعة مشاهدة او ازاي تحقق الشروط بشكل عام بيديلك خطوات 1 2 3 ويقولك امشي عليها، وهو عارف ان الخطوات دي افتكاسة ومش مقتنع بيها، وناس كتير هتمشي عليها وهتكتشف ان في الاخر النتيجة مش مرضية ليه تماما. فانا هنا مش بقولك اعمل كذا، انا جاي اغير لك مفهومك عن اليوتيوب، ابدأ ابرمجك صح عشان تعرف تشتغل، افهمك الدنيا ماشية ازاي عشان بعد كده تمشي على الطريق لوحدك. بالبلدي كده انا مش هديلك السمكة على الجاهز، انا بعلمك ازاي تصطاد السمكة. وعشان برضو ابقى جاوبتك ازاي تحقق ال 4000 ساعة مشاهدة، المفاجأة الكبيرة ان انت محققهم اصلا، بس زي ما تقول كده مع ايقاف التنفيذ. شايف الفيديوهات اللي انت منزلها على القناة بتاعتك دي كلها؟ الفيديوهات اللي جايبه 9 مشاهدات، 20 مشاهدة، يا سيدي 500 مشاهدة، كل الفيديوهات اللي انت منزلها دي هم دول ال 4000 ساعة مشاهدة. انت كل مشكلتك بس ان القناة بتاعتك مش متشافة، لكن الفيديوهات اللي انت منزلها والمحتوى اللي انت رفعته ده كنز بالنسبة لك. انت مش ناقصك غير فرصة واحدة ان القناة بتاعتك تبدأ تتشاف، وساعتها كل المحتوى اللي انت نزلته ده واللي انت فاكر انه خلاص ملوش لازمة ممكن في لحظة تحقق شروط الربح. ال 4000 ساعة مشاهدة اللي انت شايفهم رقم ضخم ده ممكن يتحقق عادي جدا من فيديوهين بس الفيديوهات تتشاف.
فعشان كده بطل بقى الله يرضى عليك تبص على عداد الساعات. انت ممكن تعتبر الحاجات دي مجرد مؤشرات بتساعدك في شغلك، لكن مش ده التارجت بتاعك. خلي هدفك بجد انك تدوق طعم النجاح، تحقق قاعدة جماهيرية، ناس بتتفرج عليك وهي مؤمنة بيك، محتوى بجد متعوب عليه والناس عاوزاه. ابدأ بقى انتقل من نوعية الناس اللي انا قلت لك عليهم اللي دايما بيسألوا عن تحقيق شروط الربح، لنوعية الناس اللي عايزة تحسن من الصورة المصغرة، عايزة تزود من مدة المشاهدة، عاوزة تعمل فعلا محتوى قابل للنجاح. وانا اتحداك اي قناة من القنوات الكبيرة المشهورة حاليا كان هدفها اصلا انها تحقق 4000 ساعة مشاهدة. الناس دي كان هدفها انها تعمل محتوى عشان تنجح بيه، ومن غير ما تحس لقيت نفسها حققت الشروط بالفعل. فانت بقى الدور عليك علي من سقف طموحك وانسى تماما شروط الربح اللي بتتكلم عليها دي، لانك بامر الله هيجي عليك وقت وهتضحك على الايام اللي انت كان نفسك فيها في شوية ارقام صغيرة زي دي. وبس كده، اتمنى ان انا اكون فدتكم. ما تنساش بقى اللايك وكومنت بسيط تدعمني فيه. سلام.